السلام عليكم اخوان، اينما دمتم في اي مكان دمتم بصحه وعافيه. اليوم ان شاء الله قبل ما ندخلوا في الموضوع ديالنا حول نادي الوداد البيضاوي، النادي الامه، النادي العالمي، النادي الكبير الذي يعجز الكلمات عن وصف هذا النادي وكذلك بالجمهور ديالو. اليوم ان شاء الله بغينا نبارطاجيو معكم لاباج ديالنا انستغرام اللي تنحطوا فيها مجموعه من الاخبار اللي تتهم النادي ديال الوداد البيضاوي، في نفس الوقت كذلك واحد المواضيع اللي هي اقتصاديه غادي تفيدنا في المجتمع ديالنا، بحال المواضيع حول الثقافه البنكيه، حول كذلك الاقتصاد، المقاولة والشركات، كذلك دي زافير البيزنس، شي حاجة اللي غادي تفيدك. دخل لانستغرام، وفي نفس الوقت اللي كنتو غتكومونيكيو معنا وتواصلوا معنا وهضروا ميساجات، حنايا في رهن الاشاره من ضمن المواضيع. تنجبدوا المحامي الناصري حول الموضوع اللي كنجبدوا، قال لك اسيدي مجموعه الوداد بكاس العالم للانديه. المحامي قال لك ان الناصري تتمنى لهم الفوز وكذلك الرباح. وما ننسوش كذلك الناصري الرئيس القديم اللي بالفضل ديالو، وكذلك الركراكي، وكذلك مجموعه من المدربين اللي دازوا في نادي الوداد البيضاوي. هادو الثمرات ديال الجهد ديال الاداره ديال الجمهور ديال اللعابه، سواء الحاليين او السابقين اللي كانوا برزوا مع الوداد البيضاوي. وكذلك غادي نشوفوا ايش منه في التصريح ديالو. وكذلك ماكوينا قال لك اسيدي بغينا في الميركاتو الشتوي لعابه رجال اللي غادي نعولوا عليهم ويتقاتلوا ضد السيتي واليوفي والعين. هادشي ضروري، ومن ضمن ديالهم غادي نشوف واحد التصريح اللي كان قالوا هشام ايتمنى. قال لك اسيدي غادي يكون عندنا واحد اللاعب اللي هو بارز يلعب مع المنتخب المغربي في اقصائيات كاس العالم المتواجده في قطر. بغينا صراحه ما تنقولوا بحال هاد اللعابه كسميه مزيان، يكون عندنا واحد اللاعب يلعب في كاس قطر، سواء كان في الدفاع سواء في وسط الميدان سواء كان في الهجوم. مي ضروري خاصنا نشوف واحد النقطه اللي هي اساسيه. وكذلك مشكور نادي الوداد البيضاوي حول التصريح ديالو، اللي عرفنا ان البارح ان كان جلاله الملك دار واحد العمليه وهنئوا الوداد البيضاوي. قال لك يتقدم نادي الوداد الرياضي باصدق التمنيات بالشفاء العاجل لصاحب جلاله الملك محمد السادس حفظه الله بعد نجاح العمليه. نتمنوا ليه الصحه والتيسير والحمد لله انه من خرج منا سالم غانم. هذاك هو الربح. غادي نرجعوا واحد النقطه اللي هي اساسيه اخوان، اللي كنا ان هاد اللعابه هادو اللي غادي يجيو في الميركاتو الشتوي اللي غادي يعطيو واحد القيمه مضافه. حيتاش انا البارح من تنتفرج من كانت لعبه سان داونز مع الجيش، شفت اللعب ديال سان داونز، وكذلك تفكرت الايام من كانت الوداد تتلاقى مع سان داونز وتتلعب معها. رغم ضعف امكانيات ديال الوداد في ديك اللعبه، تنقول راه ما كايناش واحد التشكيله اللي هي مثاليه اللي غادي ننافسوا بها، لاننا غادي نديروا تحنيه بحال الاهلي وغادي نتوغلوا في افريقيا. وعرفنا اننا الا بغينا نتوغلوا في افريقيا خاصنا يكون عندنا واحد الاداره اللي هي جيده. يعني باش نقولوا اداره راه فيها جميع التقنيين، في جميع العناصر، نقدروا نهضروا من الاساس حتى للجمهور، وكذلك كالطاقم التقني ديال المدرب، وكذلك واحد الاداره اللي عندها واحد الرؤيه ومقسمه، بحال تنهضروا على واحد النظام ديال واحد الشركه. يعني كل واحد عنده واحد المهمه ديالو، هو اللي تينقب على اللعابه، هو اللي تيجيب الدراري للنادي الوداد البيضاوي، تدوز من هذاك، تيدوز من الدراري، يعني من هذاك، يعني تيدوز من التكوين عاد شي يوصل النادي الوداد البيضاوي تيولي يلعب معاه. كذلك تنشوفوا ان النادي ما عندوش غير كره القدم، عندها منافسات اخرى، عندها الباسكت، عندها البوكس، يعني نادي اللي هو كبير شامل جميع الرياضات. وفي نفس الوقت ان النادي عنده واحد الميزانيه مستقله بذاته. من تنقولوا ميزانيه مستقله، يعني الشركات اللي تيبغيو يديروا الاشهار في النادي، اللوغوات ديال الشركات اللي تيبغيو يديروا في التوني، الشركات تدير واحد الانتاج ديال التونيات وتتبيع، الشركه عندها واحد الموقع رسمي اوفيسيال اللي تدير منه التسويق والماركتينغ، الشركه عندها فروع اللي هما ماديه تتعول على راسها وتتبيع، باش تكون واحد الاداره اللي هي مستمره، نادي اللي هو مستمر. عارفين حنايا ان عولنا غير على الميزانيه ديال الجمهور راه غير كافيه. الميزانيه بوحدها ديال الجمهور غير كافيه، سيرتو ان الوداد بغينا انه يتالق ويجيب نجوم كبار. ما غاديش نجيبو حنا غادي نقولوا واحد اللاعب اللي يلعب وغادي نصبروا عليه حتى ترجع في اللياقه البدنيه، راه تنضربوا تنخلصوا الضريبه على اننا شي ماتشات مع شي فراق اللي هما عاديين يا اما تنخسروا معاهم يا اما تنتعادلوا معاهم، وتنطلبوا الله اننا نوليو نتعادلوا معاهم ولا نربحوهم، رغم ان في هذيك الحقبه كنا تنتلاقاو معاهم وكنا تربحوهم بكل سهوله. يعني خاصنا نحيدوا بحال هاد الافكار هذا، وما تنقولوا باش نحيدوا هاد الافكار خاص يكون عندنا بما يسمى استقلال مادي. باش تكون عندك واحد الاستقلال مادي خاصها تكون عندك واحد الاداره فعاله. تنهضروا على واحد النظام ديال الوداد البيضاوي. غادي نرجعوا للنقطه اللي هي الاساسيه اللي هما هاد اللعابه. بعيدا البعد حول اللعابه كانت عندهم واحد الامكانيات، حتى نعرفوا ان اللاعب يتغير مستواه من عام لعام، سواء العامل السن، سواء الفرقه اللي كان تيلعب معها، سواء عدد الماتشات شحال كان تيلعب. سيرتو في هذه الانتقالات الشتويه بغينا لاعب اللي عطى الوداد البيضاوي واحد القيمه مضافه. بغينا لاعب انه من نكونوا لاعبين
يسد لينا هذوك الثقوب ولا هذوك الهفوات اللي تماركوا على وداد البيضاوي، سيرتو اننا تنعانيو على مستوى الدفاع. شفت البارح سان داونز في اللعب ديالها مع الجيش الملكي، يعني تبارك الله من تشوف اللعابه ديالهم، يعني اللعابه من ناحيه اللياقه البدنيه والعامل الذهني غتلقى لعيب واجد تيلعب ليك تيطير ليك، تعرف كيفاش يخرجوا كره. ولكن بالخطه الهجوميه الا وانك تتلقى لعابه تيديروا واحد الهفوات، يعني خاص كيفاش ترجع، كيفاش تضغط على الخصم، كيفاش انك تقرا الماتش، كيفاش انك تزيد في البيوته. حيت ملي تلعب واحد الخطه الهجوميه الا وانك تيكون عندك دي كونتر اتاك سيرتو من تيطلعوا لك الاجنحه تيبقاو عندك واحد الهفوات، يعني اي خطا من اللعابه، علاش حنا تنقولوا العامل البدني وكذلك العامل الذهني وكذلك المهارات ديال اللعابه. يعني باش تجيب بحال هاد اللعابه ولعبوا لك بحال سان داونز يخرجوا كره ويكونوا لعابه تيطيروا، تنقولوا عفاريت، راه خاصهم يتوفروا على ثلاثه الحوايج ولا اربعه: العامل البدني، العامل الذهني، ونهضروا على التقنيات والمهارات. خاص لاعب تعرف اشنو تيدير، ما يضيعش كره في واحد البلاصه اللي هي حساسه اللي تقدر ترجع لك بالبيت. وكذلك خاصنا الدفاع الديفونس، يعني سير شوف افريقيا الا باغي تربح خاصك مجموعه من المعايير بحال كيف ما تنهضروا على الديراني، لاعب اللي يكون طويل ويكون صحيح وعنده امكانيات بدنيه وعنده امكانيات عقليه انه تياناليزي تيعرف يخرج الكره، هادو كاع كاملين خاصهم يتوفروا فيه. سيرتو تنهضروا على الديفونس، باش يكون عليك واحد الكونتر اتاك سيرتو تنعرفوا الكرات العاليه تجي واحد تضرب براسو، يعني خاصك شي واحد يكون طويل على الاقل يقطع عليك دوك الكرات. وكذلك ما نساوش الدور الاساسي يكون عندك شي حارس في المستوى، يعني يكون عندك حارس في المستوى، دفاع في المستوى. كاينه واحد القاعده كرويه تقول لك شوف الا باغي دي القاب خاص يكون عندك الديفونس واعر، يعني تنهضروا على الدفاع. باغي دي عاوتاني القاب وباغي تماركي وباغي تربح الفرقه خاص يكون عندك وسط الميدان وكذلك الهجوم للاعبين اللي هما نقيشيه، ووسط الميدان اللي يوصل لك الكره للاعبه سيرتو هذاك البوان سونطرال اللي تنعولوا ليه، بحال كيف ما تنقولوا نيانغ باش يبان خاصنا لعابه كيفاش يخرجوا ليه الكره ويلعب ويشوت ويماركي وكذلك يديروا ويستغلوا. ماشي بالضروره كيف ما تنقولوا تدخل في الدقيقه الاولى تماركي، لا نمشي مع الريتم ديال المباراه، ولكن باخر المطاف نخرج بالنجاح رابح، ما عنديش اصابات بالنسبه للعابه وكذلك جاهزيه اللعابه. وفي نفس الوقت نهضروا على دكه الاحتياط، يكونوا عندك لعابه في المستوى بغي دير واحد الروبلاسمون ديال واحد اللاعب ما تجي شي واحد ناقص منه، يكون يا اما قدو في المستوى يا اما احسن منه، راه ماشي بالضروره لاعب في الاحتياط راه لاعب ناقص. وكذلك غنشوفوا ماكوينه تعتمد على واحد التشكيله اللي هي رسميه اللي تنعتمدوا عليها، وفي نفس الوقت انه يكون عنده يعني الوريقات باش يلعب بهم وكذلك باش يلقى بهم الحلول مع اي فرق، سواء الفرق اللي تدافع سواء الفرق اللي تتهاجم. المهم الاخوان راه تنجيبوا جميع الاخبار ديال النادي الوداد البيضاوي على القدر المستطاع ديالنا عبر خاصيه الانستغرام. خليوا لنا الراي ديالكم وكذلك الناس الجداد انهم يشاركوا في القناه، تما كاين جديد يوصلكم والى اللقاء.